السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اولا كده نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله نكمل شرحنا في مادة دراسة الجدوى. احنا اتكلمنا عن 5 فصول يا شباب في دراسة الجدوى، لسه الفصل السادس ولسه الفصل السابع. الناس اللي كانت بتسألني لسه فاضل قد ايه. ان شاء الله هنتكلم عن الفصل السابع عن المؤشرات تقييم المشروعات الاستثمارية. هنتكلم عن معايير تقييم ربحية المشروعات الاستثمارية، وهنتكلم عن معايير التدفقات. تعالى بقى مع بعض نتكلم عن معايير ربحية المشروعات. أول حاجة هناخد شوية النظري دول على السريع، طبعا الامتحان مش هيجي فيه نظري. بيقول لك مؤشرات تقييم المشروعات الاستثمارية، اللي هو هدف التقييم والظروف المحيطة باتخاذ القرار. ويتأثر القرار الاستثماري ثلاث ظروف. عندك حالة التأكد، وحالة المخاطرة، وحالة عدم التأكد. حالة التأكد بيتأثر بها مين؟ اتخاذ القرار في تقييم المشروعات. بيقول لك هي تلك الحالة التي يتم من خلالها تقدير التدفقات النقدية بدقة عالية، تخلو من عملية التنبؤ والتقدير. وبعدين حالة المخاطرة، طبعا هنا دقة عالية، هنا هتبقى ايه؟ دقة أقل يعني. وهي تلك الحالة التي يتم من خلالها تقدير التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع بدقة غير كاملة، بدرجة غير كاملة من الدقة. طب حالة عدم التأكد، هي تلك الحالة التي يتم من خلالها تقدير التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع الاستثماري بالاعتماد على التوزيعات الاحتمالية وفقا للتقديرات الشخصية. وده عايزة بقى مين؟ عايزة واحد عنده خبرة وتوفير البيانات التاريخية اللازمة للتقدير. سيبنا من الكلام ده كله، تعالى نخش على المهم. يقولك معايير تقييم ربحية المشروعات الاستثمارية في حالة التأكد. عندك أول حاجة مجموعة المعايير المحاسبية، تلك المؤشرات التي يتم تركيبها وإعدادها بناء على البيانات والمعلومات المحاسبية. أول حاجة في معايير، من مجموعة المعايير المحاسبية، أول حاجة هناخدها اللي هو معيار اللي هو معدل العائد على الاستثمار. معدل العائد على الاستثمار، وده القانون بتاعه ROI بيساوي NB على IC. ROI ده اللي هو معدل العائد على الاستثمار، طبعا لازم تحفظ القانون. NB اللي هو صافي الربح المحاسبي. IC اللي هو رأس مال المستثمر أو التكلفة الاستثمارية. بتجيبه عن طريق القانون ده أو القانون ده اللي هو ROI R ناقص OC على IC. R هنا إيراد سنوي، الإيرادات السنوية، وعندك ال OC التكلفة السنوية. طبعا ما اشتغلناش على ايه، مش هنشتغل على القانون التاني، احفظ انت بس القانون الاول. تمام. وبقى القانون التاني اللي هو معدل العائد المتوسط على الاستثمار. هنا معدل العائد على الاستثمار على طول، هنا المتوسط على الاستثمار. ليه قانون هو كمان اللي هو A R بيساوي NB شرطة على IC. IC هي نفسها هنا رأس مال المستثمر أو التكلفة الاستثمارية، مش هتفرق. ARR ده معدل العائد المتوسط على الاستثمار. طب NB شرطة دي متوسط صافي الربح. هنا كان NB صافي الربح المحسبي، هنا متوسط صافي الربح. يعني هتجمع لو عندك مثلا 3 سنين، السنة الأولى فيها صافي ربح كذا والتانية كذا والتالتة كذا، هتجمع ال3 سنين الصافي الربح بتاعهم التلاتة على بعض وهتقسمهم على 3 يديك المتوسط. هنشوف مع بعض في الأمثلة. وعندك معيار الدخل المتبقي اللي هو RI بيساوي NB ناقص IC في دي ار ده اللي هو معدل العائد الأدنى للمطلوب. هيذكروا لك في المثال، يقول لك علما بأن معدل العائد الأدنى مثلا 5%، 10%، 15%، زي ما يقول. تمام. الاي سي رأس مال المستثمر ان بصافي الربح دخل المتبقي. تعالى ناخد مثال. مثال بيقول لك تتمثل التكاليف الاستثمارية لأحد المشروعات المقترحة 1,000,000 جنيه. مليون طبعا يعني كده. السي اي الاي سي اسف الاي سي اللي هو التكاليف الاستثمارية أو رأس المال 1,000,000 جنيه. ومن المتوقع أن يحقق المشروع خلال عمره الاقتصادي المقدر 4 سنوات صافي ربح 4 سنوات صافي ربح 110، 120، 130، 135 على التوالي.
من الأربع سنوات. المطلوب تقييم المشروع الاستثماري بالاعتماد على المعايير المحاسبية. يبقى انت هتجيب كام معيار؟ 2. لأن هو قالك تقييم المشروع الاستثماري بالاعتماد على المعايير المحاسبية، لكن ده اسمه معيار الدخل المتبقي، ملوش دعوة بالاتنين دول. يعني احنا هنجيبه عن طريق الاتنين دول، معدل العائد على الاستثمار ومعدل العائد المتوسط على الاستثمار. تمام. أول حاجة نجيب معدل العائد على الاستثمار اللي هو ROI NB على IC. NB صافي الربح على IC اللي هو ايه؟ التكلفة الاستثمارية. ROI اللي هو معدل العائد على الاستثمار. هنجيبه للسنة الأولى والتانية والتالتة والرابعة عادي. السنة الأولى ROI NB على IC كان صافي الربح بتاع السنة الأولى، لأنه قالك 110 120 130 135 على التوالي. يبقى السنة الأولى 110 على IC اللي هو التكلفة الاستثمارية مليون. 110 على مليون 11%. السنة التانية 120 على المليون 12%. السنة التالتة 130 على المليون 13%. السنة الرابعة 135 على المليون 13.5%. كده احنا جبنا الأربع سنين معدل العائد على الاستثمار. تعال نجيب معدل العائد المتوسط على الاستثمار اللي هو ARR NB على IC. NB قلنا اللي هو ده متوسط صافي الربح. هنجيب متوسط صافي الربح الأول اللي هو XNB شرطة بيساوي اللي هو متوسط صافي الربح بيساوي سمشن X على N. سمشن X ده اللي هو ايه؟ اللي هو إجمالي صافي الربح في السنوات على عدده. لما قلت لك يعني لما كنت أقول لك القانون، تقول لك NB بتيجي يعني مثلا يديك 3 سنين، مثلا كل صافي ربح ل3 سنين هتجمع الصافي الربح بتاع ال3 سنين تقسمه على عدده. انت هنا كان عندك صافي ربح في السنة الأولى والتانية والتالتة والرابعة 4 سنين، يبقى هتجمع 110 120 130 135 تقسمه على 4. 110 120 130 135 على 4 يديك 123,750. كده احنا جبنا NB. تعال نعوض في القانون. ARR NB 123,750 على IC اللي هو التكلفة الاستثمارية بمليون جنيه. مليون 12.4%. كده خلصنا أول مثال. طبعا مفيش في أي حد، بس تحفظ القوانين. تعالى ناخد كمان مثال. بيقولك مثال في مجال البيانات المتعلقة بأداء 4 مشروعات استثمارية مقترحة. البيان أ ب ج د. صافي الربح ورأس مال المستثمر للأربع مشروعات. تمام. وإذا كان أدنى عائد مطلوب 15%. هنا ذكر لك الأدنى اللي كان في حساب الدخل المتبقي اللي هو كان هنا معيار الدخل المتبقي اللي هو RI NB ناقص IC مضروب في DER اللي هو معدل العائد الأدنى المطلوب. هو قال لك هنا كان أدنى عائد مطلوب 15%، يعني الأقل من 15%. لو العائد اللي عندك طلع أقل من 15% ما يتاخدش، ده أقل حاجة. لو فوق يتاخد، فوق 15 16 17 يتاخد. بيقولك المطلوب حساب معدل العائد على الاستثمار لأقسام المشروعات وحساب الدخل المطابق. طبعا قالك هنا حساب معدل العائد على الاستثمار اللي هو أول قانون اللي هو ROI NB على IC. طبعا مقالكش متوسط. تمام. حساب معدل العائد على الاستثمار أهو ROI NB على IC هنجيبه للأربع مشروعات. صافي الربح على رأس مال المستثمر حتى موجودة اهي. السنة الأولى ROI صافي الربح 31 على 200 15.5. السنة التانية 30 على 187,500 اهي 16%. السنة التالتة 18 على 100 تطلع معاك 18%. 15 على 100 15%. كده احنا جبنا اللي هو معدل العائد على الاستثمار للأربع مشروعات. تعالى بقى نجيب حساب الدخل المتبقي. قلنا حساب الدخل المتبقي يساوي ايه؟ RI بيساوي هو الدخل المتبقي بيساوي NB اللي هو صافي الربح ناقص مضروب ناقص مش مضروب ناقص الاي سي اللي هو التكلفة الاستثمارية مضروبة في ROI. ROI ده اللي هو ايه؟
العائد، معدل العائد على الاستثمار، لأنه قال لك إذا كان أدنى عائد مطلوب 15%، بس أنت عندك ROI تلاقي 15.5، 18، 16، 15. أدنى عائد ما نقلش، ما قلش على عن 15، فكلهم هيتاخدوا لأن ده أدنى عائد. تمام، يبقى المشروع ألف RI بيساوي NB، رأس الصف الربح بتاعه 31,000 ناقص الاي سي بتاع ألف 200,000، ادي 200 مضروبة في ROE للمشروع ألف. ROE المشروع ألف اللي هو 15.5%. ROI بكام؟ 15.5%. اضربهم في بعض يطلع معاك 1000. باء نفس الكلام، RI صافي الربح بتاع باء 30,000 ناقص رأس المال المستثمر اللي هو 187,500 مضروب في ROI لمين؟ المشروع باء. ROI اللي هو معدل العائد على الاستثمار 16%، يطلع معاك 1875. جيم نفس الكلام، RI تساوي إجمالي الربح بتاع صافي الربح بتاع جيم 18 ناقص رأس مال المستثمر 100,000 مضروب في ROI لجيم. ROI لجيم احنا جبنا 18%، يطلع معاك 3000. طب RI اللي هي د بتساوي صافي الربح بتاع د 15,000 ناقص رأس مال المستثمر بتاع د 100 مضروب في ROI لد 15%، يطلع معانا بصفر. بس كده احنا جبنا الأربع مشروعات، جبنا سبب الربح المتبقي للأربع مشروعات. ده ما عندوش ربح من اللي هو مشروع ما فيش فيه ربح متبقي، انما الباقيين فيه. كده احنا خلصنا المثال، ما فيش فيه اي مشاكل. تعالى بقى ناخد المعايير المتعلقة بالتدفق النقدي. أول معيار هناخده في المعايير المتعلقة بالتدفق النقدي اللي هو معيار نسبة متوسط التدفق النقدي إلى صافي الاستثمار. معيار نسبة متوسط التدفق النقدي إلى صافي الاستثمار اللي هو بقى القانون بتاعه CF شرطة، اللي هو معدل متوسط التدفق النقدي. شرطة دي اللي هو متوسط، CF يبقى معدل التدفق النقدي على طول، لكن CF شرطة معدل متوسط التدفق النقدي بيساوي سمشن CF اللي هو إجمالي التدفق النقدي على IC اللي هو رأس مال المستثمر. طب تعالى ناخد مثال على ايه معيار نسبة متوسط التدفق النقدي. بيقول لك مثال فيما يلي البيانات المتعلقة بتقديرات التدفقات النقدية لثلاثة بدائل استثمارية المقدمة لأحد المستثمرين في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. احنا بنتكلم على ايه؟ المثال ده على معيار نسبة متوسط التدفق النقدي إلى صافي الاستثمار، وده القانون. تمام، عندك البدائل الاستثمارية ألف وباء وجيم. تمام، نقلت البديل جيم هنا عشان خاطر ايه منتلخبطش. تمام، البدائل الاستثمارية عندك ألف وباء وجيم. التكاليف الاستثمارية اللي هو الIC بتاع التكاليف الاستثمارية رأس المال المستثمر. البديل ألف 250,000 طبعا بالسالب محطوطة في قوس كده. البديل باء 500,000. البديل جيم 500. سنوات التشغيل اللي هو قالك إن ده التدفقات النقدية لثلاثة بدائل. دي التدفقات النقدية في ال4 سنين دول، اللي هو 1 2 3 4. ده التدفقات النقدية اللي حصل في السنة الأولى. البديل الألف 100، التانية 190، التالتة 200 وكام و20. التانية نفس الكلام، التالتة نفس الكلام، الرابعة نفس الكلام. المطلوب هنا طبعا أنا قلتلك جيمت هنا. المطلوب بيقولك حساب معيار متوسط التدفق النقدي وتقييم البدائل الاستثمارية. تمام، الحل شفت الجدول ده هتعمل زيه.
الجدول مفيش فيه أي مشاكل. أول حاجة هتعمل زي ما أنت شايف كده البيان، وتعمل هنا البديل الاستثماري اللي هو أول خانة هنا في البتاع. هناخد البديل الاستثماري ونحطه هنا، ونحط البديل ألف وباء وجيم، بدل ما هو كان حاططهم تحت بعض كده احنا هنحطهم كده. بس هنسيب خانة البيان دي كبيرة شوية عشان احنا نكتب فيها هنا نعمل التدفقات. أول حاجة بتتحط في خانة البيان التكاليف الاستثمارية. طبعا أول خانة هتيجي هنا يقولك تاني خانة التكاليف الاستثمارية، هناخد 250 بتاعت ألف، وال500 بتاعت باء، وال500 بتاعت جيم، ونحطها جنب كل واحدة. ماشي، تكاليف استثمارية في ألف كانت 250 بتحط في قوس بالسالب، باء 500 ألف، جيم 500 ألف، ما عملناش حاجة. بعد كده نعمل التدفق النقدي الداخل. التدفق النقدي الداخل اللي هما سنوات التشغيل اللي هو ألف وباء وجيم ودال. هناخد اللي هو 1 و2 و3 و4، آسف، 1 2 3 4. هناخد التدفقات النقدية بتاعت كل بديل، الألف وباء وجيم. يعني في ألف، في واحد هناخد التدفق 100 ألف بتاع البديل ألف، وال190 بتاع البديل باء، وال220 بتاع البديل جيم، ونحطهم قصادهم. ادي السنة الأولى. في السنة الأولى كان عند ألف 100، باء 190، جيم 220. كده احنا خدنا السنة الأولى. كذلك هناخد التانية والتالتة والرابعة. السنة التانية 220 عند البديل ألف، البديل باء 230، البديل جيم 140. اهو السنة التانية بديل ألف 120، 230، 140. السنة التالتة 120 بديل ألف، 140 بديل باء، 190 بديل جيم. ادي السنة التالتة 120، 140، 190. والسنة الرابعة نفس الكلام، 110، 170، 175. ادي 110 بتاعت البديل ألف، وادي 170 بتاعت البديل باء، وادي 175 بتاعت البديل جيم. كده احنا لحد الآن ما عملناش أي حاجة. خلصنا كده الإيه؟ التدفق النادي. عايزين نجيب إجمالي التدفق النادي. ده إجمالي التدفق ده تدفق النادي الداخلي في ال4 سنوات. عايزين نجيب إجمالي تدفق النادي، هنجمع ال4 سنوات. يعني تجمع 100 زائد 120 زائد 120 زائد 110، هيطلع معاك 450. هنا نفس الكلام، هتجمع ال4 سنين يديك 730. هنا هتجمع ال4 سنين يديك 725. بعد ما بنجيب إجمالي التدفق النقدي هنجيب متوسط التدفق النقدي. متوسط التدفق النقدي بيجي ازاي؟ 112 500 يجي ازاي؟ انت مش هنا جبت إجمالي التدفق النقدي اللي هو كام؟ 450. طب عايزين نجيب متوسط التدفق النقدي، احنا مش قلنا متوسط التدفق النقدي؟ أو عموما يعني المتوسط معروف إن هو إجمالي عدد السنوات مثلا على عددهم. يعني في صافي الربح هناك في المثال اللي فات، كنا لما جبنا متوسط اللي هو ال NB، متوسط صافي الربح، جمعنا السنوات بتاعة صافي الربح وقسمناهم على عدد السنوات. هنا نفس الكلام، احنا هنا جبنا إجمالي تدفق النقدي اللي هما 450 بتوع ال4 سنوات. خلاص عايزين نجيب متوسط تدفق النقدي، يبقى نقسم 450 على 4، يبقى معانا كام؟ 112 1500. تمام، هنحسبها سوا. ادي 400، يا عم تملم عليه، 450 ألف على 4، طلع معانا كام؟ 112 1500. 112 1500 ده ايه؟ متوسط التدفق النقدي 112 1500. هنا نفس الكلام، هتجمع هتقسم 730 على ايه؟ على 4، يطلع معاك 182 1500. وهنا نفس الكلام، هتقسم 725 على 4 سنين، هيديك كام؟ 181 ألف
250. طب هنجيب بعد ما جبنا متوسط التدفق النقدي، عايزين نجيب معيار متوسط التدفق النقدي. عادي مفيهاش مشاكل، نجيب معيار متوسط التدفق النقدي بيه ازاي؟ بتقسم متوسط التدفق النقدي اللي هو المية واتناشر ألف خمسمية، بتقسمهم على ايه؟ على تكاليف الاستثمار، تضربها في 100 يطلع معاك 45%. تعالى نعملها مع بعض. ده 112,500 بتاع متوسط تدفق النقد، عايزين نجيب معيار متوسط التدفق النقدي. قلنا هنقسم المتوسط تدفق النقدي على ايه؟ على تكاليف الاستثمار. عندك تكاليف الاستثمار بتاع البديل ألف 250,000. تمام، تعالى نقسم على 250,000، تطلع معانا كام؟ 45%. اعمل يساوي، اضربهم في 100، طلعت معانا كام؟ 45. كده طلعت معانا معيار نسبة التدفق النقدي 45%. بس كده نفس اللي عملته هنا هتعمله هنا وهتعمله هنا. هتقسم 182,500 على 500، يطلع معاك وتضربهم في 100 يطلع معاك 36.5%. هنا كذلك 181,250 هتقسمهم على 500 وبعدين تضربهم في 100 هيديك 36,000. بس كده نكون خلصنا. كده جبنا معيار متوسط التدفق النقدي. بقول لك تقييم البدائل الاستثمارية سهلة، انت بتشوف ان هو اعلى معيار يبقى ده البديل الافضل. عندك هنا ألف كان 45، هو اعلى من الاتنين التانيين معيار، يبقى عندك ألف هو البديل الافضل، ويليه البديل باء، وبعدين يليه البديل جيم اهو. اعتماد على النتائج السابقة يمكن ترتيب البدائل الاستثمارية من حيث الأفضلية، وبالتالي يكون البديل ألف هو أفضل بدائل متاح لأنه يحقق أكبر معدل لمتوسط التدفق النقدي بنسبة 45، ويليه باء ثم يليه جيم. تمام، تعالى بقى ناخد النسبة اللي بعدها. طبعا انت هتقولي انت اديتنا المثال ما حلناش بالمثال. لا، احنا حلينا بالمثال بس ايه، حلناه في الجدول على طول. تمام، عندك تاني معيار فترة الاسترداد اللي هو بي بيساوي اي سي على ايه؟ على سي اف. بي اللي هو معيار فترة الاسترداد، طب اي سي اللي هو رأس مال المستثمر، معروفة ده معرفناه. طب سي اف اللي هو التدفق النقدي الداخلي. تعالى ناخد مثال على الكلام ده. قبل ما ندخل على المثال يا شباب نسيت اعرفكم حاجة. احنا قلت لكم معيار فترة الاسترداد اللي هو بي اللي هو سي اي على سي اف، رأس مال المستثمر، وده التدفق النقدي الداخل، وده معيار فترة الاسترداد. ده لو كان البديل التدفق النقدي في البديل ده في السنوات كان منتظم. يعني مثلا التدفق النقدي في السنة الأولى بيساوي التدفق النقدي في السنة التانية، في السنة التالتة، في السنة الرابعة، بيساووا بعض، يبقى منتظم. يبقى نعوض بالقانون ده على طول. طب لو كان التدفق غير منتظم بنعوض بالقانون ده، والقانون ده اللي هو بيساوي بي معيار فترة السداد، الواي اي ده السنة السابقة، والسي اي طبعا معروف رأس مال المستثمر والتكاليف الاستثمارية، مطروح منه اللي هو مجموع التدفق النقدي المجمع للسنة السابقة على سي اف واي اي اللي هو التدفق النقدي للسنة التالية. هنعرف كل ده مع بعض في المثال، مش عايز بقى افضل اشرح واعمل لان هتعرف في المثال لوحدها. تعالى بقى نشوف المثال مع بعض. بقول لك المثال: بفرض ان هناك 3 بدائل استثمارية هي ألف وباء وجيم، وأن التكاليف الاستثمارية لكل منها 200,000. يعني ده الاي سي لكل من ال3 بدائل 200,000، وكان التدفق النادي وكانت التدفقات النادية الداخلة من كل بديل كما يلي. تمام، عندك البدائل الاستثمارية. طبعا دي سنة الصفر اللي هو السنة اللي ايه
اللي هو حط فيها التكاليف الاستثمارية بتاعته أول حاجة أول سنة يعني. طب هنا بقى شافي التدفق النقدي، عندك ألف وباء وجيم دي التلات بدائل بتوعك، والسنة اللي فاتت ده كان فيهم اللي هو التكاليف الاستثمارية 200 200 200. طبعا بحط التكاليف الاستثمارية بالسالب. وفي السنة الأولى والتانية والتالتة، وده التدفق في السنة الأولى والسنة التانية. لا ده تدفق السنين في البديل ألف، وهنا تدفق السنين في البديل باء، تدفق السنين في البديل جيم. طبعا في تكملة هنا كمان تدفق السنوات. طبعا باء جيم مفيهاش، هتفهم ليه مفيهاش دلوقتي. طبعا ده السنة الصفر ده اللي هو سنة ايه التكاليف الاستثمارية. تبدأ من أول سنة بقى التدفق النقدي، يبدأ من أول السنة الأولى والسنة التانية والسنة التالتة والإيه والرابعة والخامسة والسادسة. تمام. والمطلوب يا سيدي بيقول لك علما بأن عمر البدائل الاستثمارية الثلاثة 6 سنوات، وأن فترة يعني بيقول لك عمر البدائل الاستثمارية عمر البدائل الثلاثة 6 سنوات، اللي هما البديل 1 2 3 4 5 6 زي ما انت شايف في الجدول. وأن فترة قطع الاسترداد المرغوبة 4 سنوات. تمام. ويقول لك والمطلوب حساب فترة الاسترداد للبدائل الثلاثة وأيهما أفضل. يعني احنا عايزين حساب فترة الاسترداد. طب تعال نشوف البديل الأول، بديل ألف. لو بصينا في البديل ألف على التدفق النقدي في السنة الأولى والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والستة، هتلاقيهم ايه منتظمة. يعني التدفق النقدي في البديل ألف منتظم، يبقى هنحل على طول بالقانون زي ما قلت لك هنا. طالما التدفق منتظم يبقى نحل بالقانون على طول، هنعوض في القانون. تمام. البديل ألف التدفق النقدي الداخلي سنويا منتظم. تمام. يبقى البي بي اللي هو فترة الاسترداد بتساوي اي سي على سي اف. اي سي اللي هي ايه التكاليف الاستثمارية ورأس مال المستثمر على تدفق النقدي الداخلي. طبعا التكاليف الاستثمارية عندك في ألف 200. تمام ادي 200. والسي اف اللي هو التدفق النقدي الداخلي هناخد كام 40,000. هناخد سنة منهم، يعني هما كلهم منتظمين، فهناخد سنة 40,000 منهم، يبقى كام 5 سنين يعني. طلعت معانا 5. كده البديل كده جبنا تدفق النقدي الداخلي البديل ألف. جبنا فترة الاسترداد البديل ايه ألف، طلعت معانا 5. طب عايزين نجيب فترة الاسترداد للبديل باء والبديل جيم. تمام. الكلام هنا بقى البديل باء التدفق النقدي الداخلي غير منتظم، وطالما غير منتظم يبقى نشتغل على القانون التاني اللي هو القانون ده اللي هو البي بي بيساوي واي اي اللي هو السنة السابقة زائد اي سي اللي هو رأس مال المستثمر، طبعا زي ما انتوا شايفين، على صمشن ناقص صمشن سي اف تدفق النقدي المجمع للسنة السابقة على سي اف واي اي تدفق النقدي للسنة التالية. تعال نشوف الأول هنجيبها ازاي. تمام. عايزين نجيب التدفق النقدي الداخل سنويا في باء. طبعا القانون موجود معانا من القانون ده القانون احنا عارفين في القانون كله اللي هو اي سي اللي هو ايه التكاليف الاستثمارية اللي هي 200 اهي، ده موجودة معانا ماشي. طب ايه واي اي اللي هي السنة السابقة، ده نجيبها ازاي؟ طبعا طالما التدفق مش منتظم احنا لازم نشوف السنوات لحد ما نوصل لقيمة التكاليف الاستثمارية. يعني هناخد السنة الأولى طلعت معانا 120، هل كده احنا وصلنا للتكاليف الاستثمارية اللي هما 200؟ لا، يبقى هناخد معاها كمان السنة التانية 120 و140 يبقى 160. وصلنا؟ لا لسه، يبقى ناخد التالت 20 140 و20 180 كده وصلنا ل200. لا ما وصلناش، يبقى ناخد الرابعة 40 180 و40 220 كده أيوة وصلنا.
وصلنا في السنة ايه الرابعة في باء، ووصلنا فين في السنة الرابعة للتكاليف الاستثمارية. التدفق النقدي للتكاليف الاستثمارية فين؟ وصلنا في السنة الرابعة. انت بتفضل تجمع السنوات لحد ما توصل التدفق النقدي بتاع الوقت للتكاليف الاستثمارية بتاعتك. لو كان التدفق في السنوات غير منتظم، طبعا هنا غير منتظم، فجمعنا ال120 ما جاتش 200، نجمع نحط عليها ال40، نحط عليها ال20، كده 180. لسه ما جاتش، نحط عليها كمان سنة اللي هو السنة الرابعة، حطينا الرابعة اللي هو ال40، يبقى 120، كده وصلنا. تمام. تمام كده احنا وصلنا لل100 وكام و20. طب في القانون بقى بيقولك الواي اي دي السنة السابقة، انت وصلت في السنة الكام؟ السنة الرابعة. يبقى ناخد السنة السابقة. السنة السابقة كام؟ التالتة. ادي تمام. لما عوضنا اللي هو الواي اي تالتة لحد كده. تمام. تمام. الواي اي دي السنة السابقة، احنا وصلنا لتدفق النادي عشان نوصل للتكاليف الاستثمارية، ووصلنا في السنة الرابعة في باء. يبقى الواي اي دي السنة السابقة السنة التالتة، ادي تلاتة. الاي سي ال200,000 حطيناه، هما ال200,000 التكاليف الاستثمارية بتاعت باء، ادي ال200,000. تمام. ناقص اللي هو إجمالي التدفق السنوات السابقة. إجمالي التدفق للسنوات الإيه السابقة. أنت وصلت في السنة الكام؟ إحنا وصلنا في السنة الرابعة صح؟ وبقول لك إجمالي بقى التدفق للسنوات السابقة، أنت وصلت في الرابعة. وبقول لك إجمالي بقى التدفق لإيه للسنوات السابقة، يعني إجمالي التدفق للسنوات السابقة اللي هم دول 120 زائد 40 160 وعشرين 100 وكام 180. أدي ناقص 180، لأن أنا قلت هنا سمشن سي اف واي اي دي التدفق النادي المجمع للسنوات السابقة. انت وصلت في السنة الرابعة، ده بقى مجمع التدفق للسنوات السابقة. السنوات السابقة مش السنة الرابعة. يبقى الأولى والتانية والتالتة، ال3 سنين دول جمعنا. حتى لو انت بصيت هنا هو جابهم لوحدهم، جاب لك التدفق النادي الداخل في باء، ده يخص باء اهو. التدفق النادي ده السنين اللي هم ال6 سنين، وده التدفق النقدي اللي هو 120 40 20 40 360 300 اهو. وقعد يجمع لك السنين هنا، مجمع تدفق النادي 120 بقى 120، اجمع على 120 40 بقوا 160، اجمع عليهم كمان 20 بقوا 180، اجمع عليهم كمان 40 بقوا 200 220. كده احنا وصلنا هنا. قال لك اهو احنا وصلنا كده هنا زي ما انا قلت لك. وصلنا في السنة الرابعة 220 في السنة الرابعة. تمام. الواي اي السنة السابقة اللي هي السنة التالتة. تمام. وهنا ده الاي سي التكلفة الاستثمارية 200، ناقص اللي هو مجمع التدفق النقدي للسنوات السابقة اللي هو كام 180، اللي هو إجمالي ده وده وده 3 سنوات. المجمع بتاعه احنا وصلنا في الرابعة مش هناخدها، ده السنوات السابقة المجمع بتاع التدفق النقدي 180 على ايه؟ على التدفق النقدي للسنة التالية. احنا خدنا مجمع السنوات السابقة على التدفق النقدي بقى في السنة التالية، احنا في السنة الرابعة بقى، يبقى ناخد التدفق النقدي بتاع السنة الرابعة اللي هم هنا ال40، بنقسم على التدفق النقدي بتاع ايه السنة الرابعة، ادي ال40. تمام. هيطلع معانا كام؟ ادي 3 طبعا هو طرح ادي اللي في 20 على 40، 3 زائد نص اللي هو 3.5 سنة. تمام. اللي عملناه في باء هنعمله في جيم، ونفس الكلام نجيب التدفق النقدي الداخل غير منتظم. غير منتظم ليه؟ لان انت لو جيت بصيت هتلاقي في السنة الاولى 80، التانية 80، التالتة 160، الرابعة مفيش، الخامسة مفيش، الستة مفيش، لان احنا مش هنحتاجهم. ليه؟
مش هنوصل يعني، حتى لو كان في باء هنا دول ما كانوش موجودين عادي، احنا مش كده محتاجناهمش. هو بيقول لك هنا طبعا هناخد السنين لحد ما نوصل للتكلفة الاستثمارية. هنا هي عندك 200,000، السنة الأولى 80، وصلت 200 لأ، حط عليها كمان 80، 160، وصلت لأ موصلتش، حط عليها 160، وصلت 160 و160، 320. تمام كده، 320، 320. انت كده وصلت ووصلت، يبقى انت وصلت هنا. تمام. البي بي نحلها هنا وبعدين نروح نشوفها. بقول لك الواي اي اللي هي السنة السابقة، انت وصلت في السنة التالتة، السنة السابقة كانت 2 زائد شد شرط الكسر اللي هو الاي سي اللي هما 200,000 ناقص مجمع التدفق النقدي للسنوات السابقة. انت وصلت هنا في في التالتة، يبقى تجمع السنتين اللي قبله. 88، 100 وكام، 160، ادي 160. تمام. على ايه؟ على التدفق النقدي للسنة التالية، للسنة اللي انت وصلت فيها يعني. التدفق النقدي بتاع السنة اللي احنا وصلنا فيها كان 160، ادي 160. بس كده احنا خلصنا. تعال نشوف الحل ازاي. اهو جاب لك التدفق النقدي الداخل في في جيم. هنا جيم، ادي السنين اللي احنا هنحتاجها. التدفق النقدي الداخل عندك كانت 80، 80 و160. هو بيجمع هنا بقى، بيشوف عشان يوصل لل200. ادي ال80 في السنة الأولى، في السنة التانية 88، 160، السنة التالتة 320. احنا وصلنا هنا لل200، اللي هو التكاليف الاستثمارية وصلنا هنا يعني في السنة التالتة. الحل بقى قال لك الواي اي السنة السابقة اللي هما الاتنين. اهو احنا وصلنا في التالتة، يبقى ناخد السنة السابقة 2، وهنا زائد فوق التكاليف الاستثمارية اللي هو اي سي، التكاليف الاستثمارية اللي هما الكام، 200,000، ناقص ده مجمع تدفق النقدي للسنوات السابقة اللي هما كام، 160. احنا وصلنا هنا، يبقى ناخد السنوات السابقة 160، اللي هما 80 زائد 80، 160. ادي 160 على التدفق النقدي للسنة التالية اللي احنا فيه، اللي هو كام، 160. ده التدفق النقدي. ادي 160 طلعت معاك 2 وربع، 2 و25 من ايه، من 100. بس كان بيقول لك بقى ايه، هو كان بيقول لك في المثال وايهما ايه، وايهما افضل. تمام. اللي فترة استرداده اكبر ده الافضل فيهم. ده كان 2 وربع، ده كان 3 ونص، ده كان الألف كان كام، كان 5، يبقى 5، يبقى ألف هو أكبر فترة استرداد في قرار استثماري. رفض البدائل ألف، أو رفض البديل ألف لأن فترة استرداده أكبر. تمام. طبعا في حاجة نسيت أقولها لك، ده اهي في المثال يقول لك ايه، علما بأن عمر البدائل الاستثمارية الثلاثة 6 سنوات، وأن فترة القطع اللي هو الاسترداد المرغوب 4 سنوات. هم عاوزين ال4 سنوات. لو كان مثلا البديل فترة الاسترداد بتاعته أكبر من ال4 يترفض، أقل من ال4 ايه يتقبل. فأنت عندك ألف اترفض، رفض البديل ألف لأن فترة استرداده أكبر من فترة القطع. تباء وجيم قبول البديل، لأن ده 3 ونص وده ايه 2 وربع، فأقل من ال4. يبقى قبول البديل باء وجيم لأن فترة استرداده أقل من فترة القطع. ومن حيث بقى معيار فترة الاسترداد يتم قبول البديل جيم لأنه أفضل، لأنه أقل فترة استرداد. وبس كده نكون خلصنا المثال. يا رب تكونوا فهمتوا الجزئية دي، لأن هي اللعب كله في الحتة دي مش أكتر. تمام. وتحفظ القوانين وكده الدنيا تبقى معاك إن شاء الله تمام. وإن شاء الله بقى نتكلم
الفيديو الجاي عن الفصل السابع والأخير، وأشوف وشكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.